السلام عليكم ورحمة الله. يلا نكمل ازاي بنعمل قطعة بشكل عملي في فن الكونكريت. تمام، معاكم المدربة شيماء مدحت، مدربة الهاند ميد. النهاردة بقى هنشوف ازاي بنطلع القطعة من القالب. تمام، ركزوا بقى معايا. بصوا زي ما انتوا شايفين السطح املس. لما التريكس بتبقى صح السطح بيبقى املس كده، يعني ده معناه ايه يا شيماء؟ معناه ان احنا مش هنحتاج صنفرة كتير. علشان كده بقول لكم دايما نركز في التريكس. حتى ان احنا ازاي نشيل القالب. بصوا بنمسك كده، بنحاول يعني ايه بالابهام ان احنا نطلع واحدة واحدة، نفرغ شوية هوا يعني بالحركة دي. خلاص اهو من كل الجوانب، شايفين زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. خلاص فرغنا القالب كويس اهو. هنبدأ بقى ندي ظهره كده. تمام، وهنبدأ ان احنا نتنيه ونشد لورا، نتني ونشد لورا اهو. طلع بكل سهولة. نمسك كده ونطلع. خلاص القالب طلع. طب نسينا معلومة مهمة، احنا بنطلعه بعد ساعة. تمام، عشان يطلع لامع كده وجميل. لونه بيبقى اوف وايت زي كده لان هو لسه منشفش بدرجة 100%. فاحنا بنسيبه يومين 3 لغاية لما يجف. طبعا بيختلف بقى موضوع الجفاف من قالب للتاني. تمام، فاحنا بنعمل ايه؟ عذرا. فاحنا بنعمل ايه؟ معلش هنكمل كده. لا اهي. خلاص نكمل كده. فاحنا بنعمل ايه؟ كل اللي احنا بنعمله ان احنا يعني بنسيبها تجف، فبنعرف منين هي جفت. الوزن بتاعها بيخف واللون بتاعها بدل ما هو اوف وايت بيبقى ابيض. اعملوا بقى لايك للاكونت، متابعة الاكونت. ولو انتوا بتتابعوني من على اليوتيوب اعملوا اعجاب يعني للقناة علشان نكمل بقى السلسلة دي ونشوف باقي العملي بتاعنا.